كان في عرض جدا رائع للحرف التقليدية. خلينا نشوف وياكم هذا التقرير. تحتضن القرية التراثية في ممشى الجميرة ذو ووك عروضا حية للحرف اليدوية التي اشتهر بها سكان دولة الإمارات. تلك الحرف التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بأهلها في القدم، ولا زال البعض منهم يصر على المحافظة عليها، وأولهم أبو علي صياد اللؤلؤ. أبو علي شو تدور هنا بهاي المحارة؟ والله أنا أدور اللولو سابقا، يعني أهلي وأجدادي وأجداد أجدادي أنا خلفت من بعدهم. يعني ما أحب هذا الشيء ينقرض، يعني هذا الشيء المفروض يكون موجود على مدى الحياة. أنا ما دامني موجود على الحياة بأدي وبعلم أولادي وأولاد أولادي إذا كنت عايش. إن شاء الله. شلون تقدر تحافظ على هاي المهنة؟ والله حافظ عليها بأمانة وصدق يعني شو الخطوات اللي تسويها حتى تقدر تحافظ عليها أو تعلمها لأولادك؟ والله الخطوات يعني اللي بعلم أولادي أن هذا الشيء هذا أنا عشت عليه وأبغاهم هم يعيشوا عليه، يعيشوا زي ما كنا نحن عايشين قبل ويعيشوا هم بالطريقة الصحيحة، يعني بالأسلوب الطيب، يعني مو بأسلوب العنف. العنف الأيام ما بينفع. يعني تحببهم بالمهنة. طبعا إذا ما حببوا بالمهنة ليش؟ هذا أول واحد. هذا منو؟ هذا مال الله، أصغر واحد جايب لنا معي عشان يتعلم هالمهنة. مال الله. ايش تعرف عن هاي المحارة؟ شوف ما تعرف شيء بعدك جديد. اي نعم. تهدف عروض الحرف اليدوية للتعريف بتراث الإمارات وصناعاته التقليدية كالخوص والغزل والصناعات التراثية البحرية، وأكثر ما استوقفني المصباح النفطي والمصنوع من ألياف النخيل والتمر والذي كان يستخدم قديما. هذا المقدار اللي نستعمله قبل المكاين في القوارب وفي السفن، نعتمد على المقداف هذا من زمن آبائنا وأجدادنا. من وين تعلمت هذا تعلمنا من آبائنا وآبائنا متعلمين من أجدادنا. برأيك هاي الحرفة بعد هي تمشي ولا؟ لا، تمشي مستمرة. تمشي، وكل سفينة لازم فيها مقداف. أكيد. نعم. المجداف هذا شو خشبي ولا؟ خشبي. لازم خشبي. خشبي نعم. خشبي هذا. من شو متكون؟ هذا من خشب السدر أو القرط أو السدر اللي احنا بنستعمله من شجر السدر. تساهم تلك العروض في رفع درجة الوعي بأهمية الأعمال اليدوية وتشجيع الأبناء على تعلمها وممارستها بما يتناسب مع متطلبات العصر.